السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. بقى بدأنا نعمل مع بعض نوايم العيد. تعالوا نعمل مع بعض كده الكحك. هنعمل مع بعض كحكايه دايبه، كحكايه كده فاخر من الاخر، بطريقه سهله وبسيطه ومقادير مظبوطه جدا جدا. يلا بينا ندخل مع بعض على الفيديو ونشوف عملنا الجمال ده كله ازاي، ونصلي ونسلم على الرسول كده. وتعالوا مع بعض كده نشوفوا ازاي هنعمل الكحك وازاي المقادير بتاعته والمكونات. عندي كده كيلو طحين متعدد الاستخدامات، عندي كيس بيكنج باودر هاخد نصه، عندي معلقه من الخميره الفوريه كبيره، معلقتين من السمسم، معلقتين من السكر البودر، كوبايه الا ربع من الحليب. دول 500 جرام من السمنه الفلاحي. واختاري نوع السمنه اللي انت هتعملي بيها الكحك، يكون نوع حلو. حتى لو هتعملي بيها نباتي، سمنه نباتي، اختاري نوع يكون حلو، تكون طعمه حلو وريحته حلوه. تمام كده. اول حاجه كده هاخد الطحين بتاعي واضيف عليه نص معلقه كبيره كده من البيكنج باودر. الكيس ده بيكون 16 جرام، انا اخدت نصه، 8 جرام. معلقتين السمسم كده هنضيفهم برضو على الطحين، هنضيف عليهم معلقتين السكر البودر، وهقلب المكونات الجافة دي كده مع بعضها حلو قوي. ادخل المكونات كلها ببعضها. تمام كده. تعالوا بقى نشوف الخطوة الجاية ايه. الخطوة الجاية بقى كده هاخد كوباية الحليب ديت، بس خلاص كده كملنا ديت. بعمل بس كده ايه يعني في النص كده، يعني تجويف علشان لما اجيب السمنة. عندي كوباية الحليب بدرجة حرارة المطبخ عادية، مش من التلاجة. بضيف عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهقلب الخميرة كده مع الحليب علشان اشوف الخميرة هتتفاعل ولا فاسدة، لان ساعات بنجيب الخميرة وبنلاقيها ما بتتفاعلش، ما بتكونش نشطة. خدت السمنة هنا كده سيحتها على النار، مش قدحتها، يعني ما تسخنيش السمنة قوي. خلي السمنة تسخن معاكي ولكن ما تقدحيهاش. على طول وهي سخنة كده هنزل بيها على الطحين وهقلب مع بعضه. استخدمي هنا بقى كده معلقة، لان السمنة بتكون سخنة عشان لا قدر الله ما تلسعكيش او حاجة، لغاية بس ما تشربي ايه الطحين كده شوية من السمنة فتبرد معاكي. دي يمتص درجة الحرارة اللي فيها شوية. هنا بقى كده مش هتنفع المعلقة، تعالي بايدينا بقى وامسكي الكحك. هنا خطوة اساسية، الخطوة دي هي سر نجاح الكحكاية، تطلع ناعمة معاكي، تاخد سوائل معاكي كتير او لا، لان الكحك كل ما بتزودي له سوائل بينشف معاكي وبيكون خشن. تمام كده. فلازم تبسي معاكي كده كمية السمنة مع الطحين لغاية ما توصل معاكي القوام ان هي شبه عجينة، عشان تقدري تلميها بالكوبايه الا ربع حليب اللي هنحطها. ولكن لما وصلش معاكي للنتيجه دي زي ما قلتلك، هتضطري تضيفي سوائل عشان العجينه تطرى معاكي، فالكحكايه هتطلع معاكي خشنه، مش هتطلع ناعمه معاكي. فالخطوه دي مهمه قوي. عندي كده ديت ازازه من، اللهم صل على النبي انا نسيت. ديت ازازه كده من خرج الموز، ضفتها على الكحك. ضفت بقى خلاص كده الكوبايه الا ربع من الحليب. بعد ما وصلنا للنتيجة اللي احنا عايزينها، ان الطحين والسمنة يبقوا شبه عجينة معاكي، بعد ما تبسيهم ضفت عليهم بقى الكوباية الا ربع من الحليب على معلقة من الخميرة الفورية زي ما اتفقنا، وهقلب العجينة ببعضها. انا مش عايزة العجينة تبقى معايا ناشفة، فمش هتتعجن، هي بس مجرد ان انتي بتلمي العجينة مع بعضها مع الكوباية الا ربع من الحليب. خلاص بقت بالشكل ده، هنشتغل فيها على طول، مش هنركنها ولا حاجة. هبدأ بقى كده اشوف اختبر العجينة معايا ناجحة ولا لأ. خلاص العجينة ما شاء الله مش مشققة ولا حاجة خالص. تبدأي تعمليها بالشكل ده عشان تختبريها. لو عملتيها كده ولقيتيها مشققة معاكي، ضيفي عليها معلقة من السمنة وابدأي لميها تاني مع بعضها. بس لو عملتي بالمقادير دي ان شاء الله تطلع معاكي تحفة، ومش هتحتاجي ابدا ان انت تضيفي لا سمنة ولا سوائل. تعالوا بقى نحضر الحشوة بتاعتنا. وعندي هنا كده نص كيلو من الملبن. كيلو الدقيق او كيلو الكحك بياخد معاكي نص كيلو من الملبن. هبدأ بقى كده أعجن الملبن بتاعي بمعلقة من السمنة الفلاحي، بيديكي طعم حلو وما بيخليش الملبن ينشف معاكي. عندي بقى مكسرات، أي نوع مكسرات عايزة تحشي بيه اشتغلي بيه. تعالوا بقى كده ناخد مع بعض الكحك بقى نقطعه كده علشان نبدأ نشتغل فيه. ما شاء الله بصي تعملي تجويف كده علشان لما تحطي قطعة الملبن ما تخرجش من الكحكاية وتتحرق معاكي. فبتاخدي قطعة العجين كده وتعملي فيها تجويف بالشكل اللي انت شفتيه، وتبدأي تقفلي حلو قوي قوي على الملبن بتاعك. هعمل واحدة تانية معاكم اهي بالشكل ده كده. انتي بقى حابة تعملي حجم الكحكاية كبيرة صغيرة، ولكن هي بتكون الكحكاية صغيرة بتكون حلوة يعني. ما شاء الله بصوا النقشة باينة فيها قوي، يعني العجينة مظبوطة.
ما شاء الله. عندي برضو كده مكسرات زي ما قلت لكم، اي نوع مكسرات انتي عايزه تشتغلي بيه اشتغلي، وعلى طول كده ببصمها ببصمه الكحك ديت كده، علشان لو ركنتها الدنيا ساقعه مش هعرف ابصمها. على طول بقى هندخلها كده على فرن ساخن مسبقا، احط الرف في النص، بياخد معايا الكحك في الفرن 20 دقيقة لمدة ايوه 20 دقيقة على درجة حرارة 180. وعلى طول تخرجي الكحكاية بتاعتك بتكون زي الفل معاكي، وتكون مستوية بالشكل القمر ده. عايزة اقولك كحكاية حلوة قوي، ناعمة ودايبة ومستوية صح قوي، واخدة لون واحد معاكي زي ما انت شايفة في التسوية. على طول بقى كده بحب اضيف عليه السكر المطحون، السكر اللي احنا مزين بيه الكحك ده، وهو على طول بعد ما بخرجه كده وبشيله في العلبة بتاعتي، وهو بالسكر بتاعه كده على طول. بس المهم تكون علبة برضو محكمة عندك، علشان ما يكونش فيه نمل او حاجة يوصل لي. بس خلاص كده ديت الكمية بتاعتي اللي انا عملتها ما شاء الله من كيلو كحك. شوفي عملنا كمية قد ايه، عشان تجيبيه من بره بقى اليومين دول ولا 500 جنيه عشان تجيبي كحكاية نظيفة فاخر كده زي الكحكاية القمر اللي احنا عملناها دي. حاجة نظيفة، شغل بيتك وشغل ايدك. لو عجبكم شيروا الفيديو. كل سنة وانتم طيبين.